السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنرد على شوية أسئلة جولنا على القناة. بما إن في بعض أسئلة كده أنا مبقاش عارفة الرد بتاعها، فطبعا بسأل زوجي قبل ما برد على أي سؤال أنا مش عارفاه. بسأل زوجي الأول على الحاجة دي وبعدين برد على التعليق. فالنهاردة إن شاء الله عملنا فيديو كده عشان نرد على شوية أسئلة كانت الناس بعتتها. وفي سؤال اتكرر كتير وبيقول الناس بتسأل على الاستك. طبعا احنا عارفين ان الاستك بالوزن، بس الناس بتقول الطوب ال3 متر ده هيجيله كام متر تقريبا؟ لا، هو بالنسبة للمطار ما مطرتوش قبل كده عشان اعرف قد ايه، لان احنا بنشتغل على طول ما بنحسبوش بالحسبة دي. ديت بتيجي بالوزن، مثلا 3 كيلو دوت ممكن يكفي انتريه وممكن ما يكفيهوش، يعني ممكن تجيب كمان عليه. وفي اوزان 3 كيلو دي اكبر حاجة، وفي 2 كيلو وفي كيلو. فطبعا احنا بنشتغلوا بال3 كيلو، وبعدين انا بيبقى عندي كميه، ما بجيبش واحد يعني او كده، لا بجيب كميه بحيث اللي ده خلاص بشتغل في التاني على طول. وبالنسبه لافضل حاجه للاستيك، في اللي هو البرنس وفي الدولفين، دول يعتبروا افضل حاجه في الاستيك. في سؤال تاني بيقول ايه رأيك في سفنج تاكي كثافة 36 بالنسبة للركنة؟ هو بالنسبه لتاكي هو اعلى حاجه فيه 35 من 36. دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة لسفنج تاكي أغلبه كله ناشف، ناشف جدا، يعني اللي عايز يقعد عليها يقعد عليها، تبقى قعدته مش مريحة. ده بالنسبة لسفنج تاكي. فأنا بشتغل في شركة تانية، دي أنا متمسك بيها أوي، لأن سفنجتها أحسن من الشركات كلها، وحتى الخامة بتبقى الخامة أفضل من الخامات التانية. تمام. طيب في سؤال بيقول الكابتونيه هل هو بيتعمل في الوش بس ولا في الظهر بس ولا في الاتنين؟ بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للكابتونيه اللي بيتعمل في التنجيد، هو مثلا هنقوله انتريه او ركنه او كراسي سفرة مثلا. كراسي سفرة او الكلام دوت، ينفع يتعمل في الوش وفي الظهر، بس بيبقى ليها طرق اللي هي بيتعمل بيها الكابتونيه. يعني مثلا لو هنعمله الوش، بيبقى فيه ممكن نعمل بطانة من ورا، قماش او ايا يكن، بيبقى متعبي، فمفيش مشاكل. بيتعمل الكابتونيه اللي هو الكسرات، وبيتعمل نغز بالخيط الحرير. هنيجي الناحية التانية من ورا، ده مثلا هنقوله السفرة. هنيجي من ورا، فطبعا مفيش مجال اللي احنا نعدي إبرة فيها، ففي حلين. أول حل ده الحاجة الأنضف طبعا، اللي بيتعمل قطعة أبلكاش على هيئة البطانة، وبيتخرم الأبلكاش على هيئة الكابتونيه كخرام. بس بعد كده بتحط السفنج، بنقسمه الرسمة بتاعتنا، وبعد كده بنعمله بالإبرة عادي، ونعملوه من ورا من الخلفية بقطع برضو أبلكاش نربطه فيها الخيط. وبعد كده بيبقى متقفل من الجناب على الأبلكاش، يبقى كده في الحروف كلها متشطبة وكله تمام، والنغز بتاعته اتنغزت وانتهى الشغل بتاعه. وبعد كده بيتحط في الظهر كده خلاص، وبيتثبت بطريقة معينة، يبقى كده الفينش ده النضيف. في حاجة تانية ممكن يتحط الأبلكاش على طول، ماشي، ويكون محمل شوية، بحيث اللي هيجي يعمل كابتونيه هيبقى من غير الإبر بالدباسة على طول. بس دي لازم يبقى فيها زراير، بحيث عشان هيبقى الدبوس باين، فهيتعمل كبس زراير يتحط مكان النغز دي. تمام. طيب بالنسبة للسؤال اللي بعد كده، السفنج الدرجة التانية احنا عملنا عنه كذا فيديو، بس الناس بتسأل هل السفنج الدرجة التانية ده هم يقدروا يشتروه ولا ده بينزل مخصوص للمنجدين؟ ولو هيشتروه يشتروه منين؟ لا، هو بالنسبة لحتة مخصوص للمنجدين، لا، اللي بيتاجر السفنج بيبيع للكل،
زي كده ما بيقولوا مثلا في مزاد مثلا سمك ولا بتاع، فاللي بيجي مزاد ده للكل مش لتاجر او بياع السمك، انا بدي كمثال. المنا دوت بيبقى محل كبير بيجيب من المصانع او كذا مصنع فبينزل له، وفي حاجات جايه من الخارج جايه في كونتينر، ده الحاجات الجديده اللي نازله، بتبقى حاجات اوروبيه وحاجات كده جايه من الخارج معموله في بلاد زيها زي الهدوم بالظبط زي الملابس، فبيجي متقفله في كونتينر ومتقفله في بلاد بالشنابر والكلام دوت، بتبقى سفنجه عاليه ونظيفه، فبتيجي للتاجر الكبير. فاحنا كمنجدين في بيجيب كميات كبيره وفي بيجيب على قده حاجات بسيطه، اللي عنده مخزن اللي عنده كده، او على حسب ما بيستوعب شغله فبيجيب. ممكن العميل يجيب ممكن يروح يشتري 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو على حسب مثلا ما هيعوز يشتغل في الانتريه او الركنه بتاعته. طب ايه الافضليه مثلا من ناحيه ده او ده؟ هو بالنسبه للجديد، الجديد بيبقى خامته مش قوية زي الدرجة التانية. ليه؟ لأن الدرجة التانية بيبقى أغلبيته غلطات صبة، بمعنى مثلا المهندس أو الكيميائي عمل الصبة بتاعته اللي هو بيصب فيها السفنج، فبيحصل فيها أخطاء اللي هي مثلا ما بتطلعش المنسوب اللي هو عايزه، أو بيحصل فيها داخل هواء فبيبقى فيها فراغات في السفنج، او بيبقى فيه لطوش زي حاجه سايحه كده في الجناب وكده، فالغلطات ديت بتبقى عيب في السفنج، فالتاجر الكبير اللي بياخد من المصنع ما بيقبلهوش، فاصبح يتركن عنده، فبيضطر اللي هو يقطعه ويبيعه على اساس اللي هو درجه زي فرز تاني كده، ويبيعه بالكيلو عشان يبقى ارخص. فطبعا ده ما بيطلعش المنسوب بتاعه ماشي، فبيبقى ضغطه اعلى من الجديد، فبيبقى ممكن اخده بيبقى اغلى من الجديد او بسعر الجديد، بس الخامة بتاعته عافية وخامة ما لقاهاش في الدرجة الاولى او الجديد في اي مكان تاني الا في الدرجة التانية دي. طيب وعشان الفيديو ما يطولش مننا اكتر من كده، باقي الاسئله ان شاء الله هنعملها في جزء تاني، وما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه، كمان ما تنسوش تروحوا على قناه زوجي فنون التنجيد، فيها فيديوهات ياما تعليميه وفيديوهات كتير هتفيدكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. سلام.